من فترة لقيت ماما بتقولي إن في واحد جاي عايز يخطبني، وأنا ما كنتش موافقة من قبل ما يجي أصلا، عشان هو أكبر مني بحوالي 7 سنين، وكنت بحاول أطفشه بس معرفتش، وماما كانت مصممة لأنه ابن صاحبتها، ومن الآخر هي موافقة على العريس. أنا قلت لها تمام، خليه يجي يا ماما، وانتوا أكيد عارفين مصلحتي. وفعلا عريس الغفلة جه نقعد مع بعض قبل الخطوبة عشان نتعرف، وعشان ما يبانش في الخطوبة إننا أول مرة نشوف بعض. فقلت لماما إني هقابله في أي مطعم أو كافيه، وهقعد معاه نص ساعة وهمشي. قالت لي ماشي، وساعتها اتصلت على واحدة صاحبتي وهي بتحبني جدا وبتعمل عشاني أي حاجة، فكلمتها واتفقنا إننا لما نروح الكافيه تيجي هي وتسأل العريس ده عن أي حاجة، وساعتها أنا أشوفهم وأقول إن عينه زيغة وبتاع بنات والخطوبة تبوظ. بس طبعا مش هتشوف اسم سيدنا محمد، ومش هتعمل لايك ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وبعد يومين لقيت ماما بتقولي انه جه النهارده، فنزلت قبله ورحنا على كافيه جنبنا، واول ما قعدنا كلمت صاحبتي وجت، والخطه كانت ماشيه زي الفل. اول ما وصلت قلت له انا هروح الحمام ثواني وراجعه، وهي في الوقت ده راحت تطلب منه يخرج يحرك عربيته عشان قافل عليها. ولما خرج طبعا وقفوا يتكلموا وهو فاكرني كل ده في الحمام. خرجت انا وخدت له صوره قبل ما يشوفني، ومشيت بكل هدوء على البيت. ولما رجعت قلت لماما شفتي العريس اللي انت جايبهولي طلع بتاع بنات ورايح يخوني من اول مره نشوف بعض فيها. وساعتها ماما صدقتني وقالت خلاص اللي انت شايفاه، والموضوع اتقفل. النهارده بقى لقيت صاحبتي بعتلي على الفيس دعوه فرحهم، وبتقولي مش عارفه اشكرك ازاي، ربنا يكتر من امثالك.